نجيب قطعة صدر دجاج، بهاي الطريقة نطلع العظم نخليه على صفحة، نشيل الجلد، نفتح الصدر، تقريبا يصير عندنا هذا الشيء. كل ما تصير القصة خفيفة يصير الشكل يعني مكبر. هذا الرفع مال القطعة، احنا بعد نقطع هيك القطع. نجيب الكاسة نخلي بيها صدر الدجاج، بابريكا، نص ملعقة ثوم باودر، نص ملعقة فلفل اسود، نص ملعقة قص دجاج، نص ملعقة ملح، وملعقة زيت، شوية عسل، نعطيها طعم كلش طيب، شوية دبس الرمان، وشوية معجون. نرجع نخلط المكونات تقريبا بهذا الشكل كلش حلو. نخليها هسه على نار هادئة بين ما يتحمص. نجيب راس بصل، نقصقصه بهاي الطريقة، وبهذا الشكل نسويه حتى تطلع كل واحدة وحدها. نجيب الطاوة مالتنا، نخلي البصل هسه ناخذه على نار هادئة، نقسم بالنص ونقطعها نفس البصل، اما اريده بهذا الشكل. نجيب الكاسة مالتنا، نشيل الطماطة نخليها بالكاسة، وهسه بعد ما سوى عندنا صدر الدجاج بماعون فرغه بنفس الطاوة. راح اخلي الطماطة مالتنا خليها على الطباخ بين ما تصير لاجعة. هسه هنا عندنا بعد ما لجعت الطماطة خليها بالماعون، وهيك تكرمل عندنا البصل. نضيف ويا الطماطة، نجيب خبزة الصاج الصلصة مالتنا، شوية بصل، شوية طماطة، واكيد ما ننسى الجبن. بعد جبن، الصوص مالتنا، شوية بصل، شوية طماطم، هذا الشيء. نجيب الطاوة نخليهن بهذا الشكل، ونروح نخليهن يتحمصن. وهي حارة قلبناها على هذا الشكل، وهاي طلعت 3 أشكال من السناكات. هذا شكل الصاج طحن. بسم الله. لا